فيلم النهارده مستوحى من أحداث حقيقية عن قضية مرعبة حصلت في ولاية كرالا الهندية، فركز كويس جدا في الأحداث. وبدون ما أطول عليكم اخبط لي اللايك بتاعك، ولو ما اشتركتش نورنا في القناة واشترك. ودلوقتي نبدأ الملخص. في البداية بنشوف راجل اسمه مادسون بوتي بيكون شغال في موقع بناء، وفجأة كوباية الشاي بتقع وبتتكسر، فالراجل كان باصص لها وكأن اللي شايفه دم حد بينقط منها، وبيكون حاسس من جواه إن في حاجة وحشة حصلت أو لسه هتحصل. وفعلا بيكون في كارثة حصلت. بعدها على طول بيجي له اتصال، وبيعرف إن البنت اللي ساكنة جنبهم اللي بيكون اسمها كاني نطت في البير وانتحرت. وبعد كده لما بوتي بيرجع للمجمع السكني بتاعه بيلاقي زحمة كبيرة جدا، والشرطة وكل الناس كانوا وصلوا ولسه بيطلعوا الجثة من البير، ومادسون بيكون واقف وسط الناس بيتفرج. وهنا المشهد بيقطع، وبعدين بنشوف البطل الأساسي اللي بيكون اسمه روهان. وركزوا مع روهان ده كويس جدا لأن القصة كلها تكون دايرة حواليه. روهان ده بقى من عيلة كبيرة، شغال مهندس معماري، وبجانب الشغل ده كمان بيحب يلعب كورة. ده غير كده كمان شاب صايع ضايع ومتعدد العلاقات مع البنات. في المجمل يعني راجل صاحب مزاج. وكمان لازم اوضح ان روهان اصلا مش عايش في الهند، هو عايش في امريكا، ودلوقتي بس رجع الهند علشان عنده شغل معين. ففي الوقت ده كان روهان برضه عامل حفلة، وده كان في نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثة. يعني وقت الظهر كانوا لسه مطلعين جثة البنت من البير، ودلوقتي كان وقت المغرب وروهان بيحتفل في شقته الكبيرة. وساعتها واحد صاحبه بيحكي له اللي حصل للبنت اللي اسمها كاني، وان حد من اصدقاء كاني بعت له رسالة وقال له انهم يعرفوا البنت دي علشان كانت معاهم في نفس الدفعة ودرست معاهم، وروهان كمان كان يعرفها كويس. وبعدين تاني يوم روهان بيصحى من النوم وبيقعد يقلب في الشتات بتاعته القديمة بينه وبين كاني، ومن الصور اللي ظاهرة في الشات بيكون واضح جدا ان في وقت من الاوقات كان بينهم حاجة. فبيقرر انه يروح لبيتها، ولما بيروح لهناك بيلاقي مادسون بوتي واقف بره، وبيقول له وانت مين؟ انا صاحب كاني من الكلية. انت مين بقى حضرتك؟ انا جارهم. وبعد كده بوتي بيدخل روهان جوه البيت وبيعرفه على اهل كاني، وروهان بيقول لهم هو فين كيران؟ كيران ده يبقى اخو كاني. فبيقولوا له انه فوق على السطح، وهو طالع لفوق. الاول بيدخل لغرفة كاني وبيفضل باصص عليها، بيقعد حوالي 5 ل 7 دقايق جوه الغرفة، وبعدها بيطلع السطح لكيران بيلاقيه بيلعب كورة. ودي بتكون حاجة غريبة شوية، يعني اخته لسه ميتة وهو بيلعب. فبيقول له انت كويس؟ ايوه انا كويس، بس ممكن تديني سيجارة؟ فبيطلع له روهان سيجارة بيولعها له كمان. وبعد كده بيسأله هو ايه اللي حصل لكاني، يعني مثلا ما كانتش متضايقة من حاجة او حد مضايقها؟ رغم انها اختي بس ما كانش بيني وبينها اي كلام مهم. بعد كلام كتير ما قدرش يطلع منه معلومة. وبعدين بيمشوا في الليل زي عادته، بيروح يلعب كرة زي ما عرفتكم. ولما بيرجع البيت بنشوف انه كان واخد من غرفة كاني مشبك الشعر بتاعها، وده علشان يحتفظ بيه عنده، حاجة من ريحتها يعني. وفي الليل وهو نايم بيحس ان حد بيلمس شعره، بتكون لمسة واضحة بايد بتتمسح على شعره. فبيقوم مفزوع من السرير، وبعدين بيلاحظ ان الناحية التانية من السرير كانت هابطة وكأن حد كان قاعد جنبه. لكن بعد لحظة بيرجع السرير زي الاول، وبعدها بيسمع رنة صوت خلخال، والصوت ده كان بيمشي ناحيته. فروهان اتقلبت حالته وجري بسرعة برا الغرفة وقفل الباب، وبعدين كان بيتصنط. فبيسمع صوت تكات مشبك الشعر اللي عينه بتتفتح وبتتقفل وكأن حد بيلعب بيه. والخوف عنده بدأ يزيد جامد، لا فتح الغرفة ولا بص تاني، وقضى الليلة كلها بره على الكنبة. والصبح لما صحي فضل يفكر هو ايه اللي حصل امبارح، وده ما ينفعش يتقال عليه حلم لأنه صحي الصبح مش نايم في غرفته. فبيعرف هنا ان كله كان حقيقة، بس بالليل علشان كان لوحده تماما الخوف عنده كان زايد. بس دلوقتي الصبح طلع، فمش خايف زي الاول وبيشجع نفسه، وبيدخل الغرفة يشوف في ايه، وبيلاقي ان كل حاجة طبيعية ومفيش اي حاجة. فبيتجاهل الموضوع وبيرجع لطبيعته وبيركز في شغله. وبالليل زي العادة بيروح يلعب كورة، ولما بيرجع وقبل ما ينام كان بياكل ايس كريم، وبعدين بيروح يغسل المعلقة. لكن فجأة غطا العلبة بيطير وبيقع على الارض قدامه، وفي نفس اللحظة حد بيلمس شعره تاني. فبيتفزع جدا، بس قبل ما بيفهم اي حاجة الشيء ده بيمسكه من شعره تاني، لكن المرة دي بيجرجره من مكانه من المطبخ لحد بره. هو مش بس كده، ده كمان بيبدأ يخنقه، فهو كان بيتوجع جدا وبيحاول يفلت منه. بس ساعتها الشيء ده بيزقه زقة قوية فبيتخبط في عمود. هو كان بيحاول يهرب بالعافية، بيبدأ يزحف ناحية السلم لفوق، بس الحاجة دي بتشده تاني وبتوقعه لتحت، فبيغمى عليه هناك. والشيء ده بيفضل يلمس شعره تاني، مش عارف انا عاجبك في شعره ايه. المهم بعد كده بنشوف جثة كاني بتكون طافية على وش البير، وفجأة روهان بيتفزع وبيصحى من الكابوس اللي شافه. وبعد ما اغمى عليه بالليل بيفوق بيلاقي نفسه النهار طلع، والخدامة كمان كانت موجودة. والخدامة بتقوله ان لما جت الصبح لقيته واقع على الارض مغمى عليه، فندهت على الحارس وشلناك مع بعض. وهنا روهان بدأ يفكر، هو بيفهم من الحلم اللي شافه ان اكيد اللي بيضايقه ده روح كاني. فبيروح الحمام وبيفتح تليفونه، هو بيشغل فيديو بيشوف في كاني وهي بتتمسح على شعره بنفس الطريقة. وبعدين بيقول انت عايزة ايه مني يا كاني؟ ليه بتضايقيني؟ انا عارف انه انت اصلا بتحب تلعبي في شعري، بس انا ما بقتش قادر اتحمل، فاتفرجي بقى شعر اللي عاجبك ده عامل فيه ايه. قام مسك مكنة الحلاقة بتاعته وبدأ انه يشيل في شعره، وبعد ما خلص قال لها وريني بقى كده هتلعبي في شعري تاني ازاي. وبعد كده على طول بيحدد ميعاد مقابلة مع مادسون بوتي.
فبيتقابلوا في مطعمه هناك. روهان بيحكي له حكايته هو وكاني من الاول للاخر من حوالي 6-7 شهور. كان في حفله تخرج الجامعه بتاعته، وهناك هو وكاني اتقابلوا تاني بعد زمن، وبداوا انهم يتكلموا وقربوا من بعض اكتر من الاول. وبعدين يعني كان بينهم علاقه. وروهان اصلا زي ما احنا عارفين متعدد العلاقات، يعني بالنسبه له البنت زيها زي اي بنت تانية، بيقضي مع شويه وقت حلوين يعني وبعد كده هيسيبها. لكن كانت عكسه تماما، خدت الموضوع بجد وبقت تكلمه هتتجوزني امتى والكلام الكبير اللي احنا عارفينه ده. فروهان بيعمل ايه؟ قرر انه يتجاهلها وبطل يرد على رسائلها ومكالماتها. وبعد فتره رسائل كاني ومكالماتها بطلت انها تتبعت له، وبعدها على طول كان عارف انها موتت نفسها. وبيكمل وبيقول انت ممكن اللي هتسمعه مني دلوقتي تقول عليها مجنون. كاني موجوده وبتضايقني. يعني ايه مش فاهم؟ شبح كاني بحس بوجودها في غرفتي، بسمع صوت خطواتها وبسمع الخلخال بتاعها اللي كانت بتلبسه دايما. هي عاوزه تتخلص مني. طب وبتقول لي انا كده ليه؟ هعمل لك ايه يعني؟ اكيد بقول لك كده انا عشان محتاج مساعدتك مش عشان حباب عيونك. في اللحظه دي كمان كوبايه بتقع بتتكسر، فمادوسون بيفهم ان في حاجه وحشه تانية جايه. المهم كمل وقال له اقدر اساعدك ازاي؟ انت ساكن جنبهم، كلم اهلها وخليهم يعملوا لها الطقوس الاخيره علشان روحها ترتاح وتتحرر وتبعد عني. كان لسه متوفيه جديد، وده معنى ان لسه فاضل كام يوم علشان تتم الطقوس الاخيره. الطقوس اللي انت بتتكلم عنها دي بتتم في اليوم ال13 بعد الوفاه، والحد ده ما يحصل اصبر وبعدها كل حاجه تبقى تمام. وروهان فعلا بيستنى لحد اليوم ال13، وفي الاخر من بعيد بيشوف المراسم بتتم، وبعدها بيرجع على بيته فورا، وده علشان يعمل اختبار. وكان بيقول لنفسه يا ترى مشيت ولا لسه قاعده على سريري. فبيقوم عامل حركه، بيرفع الملايه وبيرميها على السرير تاني، فبتقع عادي وما بتتفردش على حاجه قاعده. فروهان بيرتاح وبيقتنع انها مشيت، وبعدها بينام من غير توتر ولا خوف لانه بقاله ايام مش عارف ينام كويس. وتاني يوم بيصحى بيرجع تاني لاجواء الحفلات بتاعته. هو بيعزم كمان كران اخو كاني، بيقعدوا مع بعض وبيشربوا وبيتكلموا. وسأله انت بتعمل ايه دلوقتي؟ قال له خلصت الدراسه ودلوقتي بدور على شغل. طيب تمام، لو محتاج اي مساعده اقول، انا دلوقتي هبعت لك شويه فلوس مشي امورك بيهم. بس كران فجاه بيتعصب وبيعتبرها اهانه، وقال له لحظه بس، هو انت شايفني شخص مسكين للدرجه دي اللي هو بيلف ياخد مساعدات من الناس؟ يا برو انا ما اقصدش كده. امال قصدك ايه؟ خلاص يا عم اهدى على نفسك كده، عدي الموضوع. روهان استغرب من الرياكشن بتاعه لانه فجاه بقى بيعيط، فحاول يهديه بس ما كانش فيه فايده. وقال له طب استنى، انا هعمل لك كاس ينسيك الاحساس واجي لك على طول. لكن فجاه بيسمع نفس صوت الخلخال تاني، وده معناه ان كاني رجعت. هو بيحس بوضوح جدا انها عدت من جنبه. ففي اللحظه دي هو بيلف ويشوفها ماسكه ياقة كيران، وكيران واقف على حافه التراس حرفيا. فروهان بيفهم فورا اللي هيحصل، رمى الكوبايات وجري عليه. بس كانت خلاص شدت كيران وقعته، لكن روهان لحق يمسكه من رجله. فراس كيران خبطت في الحيطه خبطه جامده، وبعدها رجله بتفلت من ايد روهان وبيقع. وفي الحادثه دي ايديه ورجله اتكسرت كلها، لان روهان لحق ودى المستشفى في الوقت المناسب. وروهان كمان بلغ مادوسون بوتي، فراح له على المستشفى فورا وقال له انت عملت في الولد؟ وانت بتتهمني؟ ما عملتش حاجه. تعرف اللي انقذك انه كان سكران، فعشان كده الشرطه سابتك وقال لك كنت هتلبس انت الجريمه. وبعد كده روهان بيرجع للبيت وهو متوتر، فبيقوم ماسك المشبك بتاع كاني وبيقعد يلعب بيه. لكن هنا فجاه النور بيقطع والبيت كله بيضلم، وبيرجع تاني صوت الخلخال. الصوت بدا يضرب في ودانه من كل ناحيه، وساعتها ظل ظهر قدامه، ظل طويل ورفيع قوي. ودي ما كانتش كان اللي يعرفها، لانه اصلا ما كانش شبح لبنت، ده كان شبح راجل لابس خلخال وبيمشي وهو بيخبط. وبعد يوم من الرعب تاني يوم بيكلم بوتي يعرفوا انها مش كاني، ده شبح لراجل. فمادوسون بيبدا يفكر وقال له يمكن البيت نفسه مسكون. فبيساله عن تاريخ البيت، اشتريته من مين وكان في حد مات هنا ولا لا. لكن روهان بيقول له لا ما فيش الكلام ده بيت ابويا هو اللي بناه. طيب مؤخرا انت رحت المشرحه او رحت للمقابر؟ لا انا رحت بس البيت كاني، وايوه انا اخدت مشبك شعر من غرفتها. اهو ده السبب، لان ارواح الميتين ساعات بتتعلق بحاجات بتحبها. بس بما ان الشبح ده مش شبح كاني وشبح راجل يبقى برضه له علاقه بكاني، وبما انك اخدت المشبك فمن ساعتها هو مربوط بيك، وبالطريقه اللي بيهاجمك بيها واضح انه متغاظ منك جدا. طيب هو مين اللي بيعمل معانا كده؟ فبيروحوا بعد البيت كاني بيدخلوا غرفتها، واول حاجه روهان بيعملها انه بيرجع المشبك مكانه بالظبط. وهنا بيكتشفوا حاجه غريبه، خلخال كاني ما كانش موجود. فبيسال روهان هو كان في حد تاني في حياه كاني؟ يعني حد تاني بتحبه؟ على علمي لا مفيش. ما كانوش عارفين يعملوا ايه لانهم ما كانوش يقدروا يفتحوا الموضوع ده مع اهل كاني. فبيروحوا يتكلموا مع الخدامه اللي كانت بتقدم لهم الشاي، وسالوها هو كان في اي ولد قريب منها كان بيحاول يكلمها مثلا؟ فبترد نفس الرد لا. بعد كده بيروحوا للمكان اللي كانت بترقص فيه، يمكن يكون في شاب هناك بتتعرف عليه، لكن برضه بيسمعوا نفس الكلام. كاني ما كانش بينها وبين اي شاب علاقه، بس بيعرفوا معلومه جديده بتظهر. في ليله كانوا وصاحبتها كانوا راجعين للبيت، وفجاه الدنيا مطرت، فوقفوا شويه تحت المبنى علشان ما يتغرقوش بالميه. ومن هناك كان في راجل رايح بيته، لكن بعدها تاني يوم الراجل ده بيظهر برضه قدام النادي كانه كان بيراقب كاني. فصاحبتها قالت لها احنا لازم نعمل شكوى لان ممكن الراجل ده يعمل فيكي حاجه. فكان قالت لها احنا مش محتاجين نكبر الموضوع، عادي يعني تلاقي الراجل بيبص عليا بس. ده اللي اعرفه، ده الموقف اللي حصل، ما اعرفش حاجه تاني.
وروهان بيسألها هو الراجل ده كان طويل ورفيع؟ ايوه. فروهان بيفهم ان ده شبح الراجل، والراجل ده كان معجب بيها. المهم الشبح ده كان متغاظ من روهان جدا، ومش بس روهان، ده كمان بقى متغاظ من ماديسون لدرجه انه بقى يروح له بيته. في الليل ماديسون كان لوحده بيتعشى، وفجاه بيحس بوجود حد، وبعدين الكرسي اللي قدامه حد بيشده لورا، فبيتفزع وبيقوم على طول، وبياخد قرار ذكي جدا، بيجري على غرفه الصلاه بتاعته وبيقفل الباب على نفسه وبيولع السراج. فالشبح فعلا ما بيقدرش انه يدخل له، بس بيفضل يبص من عند الباب وبعدين بيمشي. وبعدها ماديسون بيطلع بسرعه، بيفتح كيس ملح بيرش حوالين البيت كله، وبيرش على نفسه هو كمان، لانهم بيقولوا ان الملح بيساعد ضد الارواح والسحر الاسود. وتاني يوم بيروح مع روهان لصاحبة كاني، وبيتعرفهم على المكان اللي الراجل كان بيراقب كاني منه، والمكان ده كان قدام محل دهانات. وماديسون بيسأل صاحب المحل هو كان في راجل بيشتغل هنا، راجل طويل ورفيع. تقصد فيليب؟ هو اسمه فيليب؟ معكش رقم تليفونه او عنوانه؟ العنوان لا، لكن الرقم موجود. فبياخدوا منه الرقم، وكمان الراجل بيقول لهم فيليب ده كان شخص غريب، ما كانش بيشتغل في المحل كويس، كان بيقف عند باب المحل دايما، ومش معروف بيبص على ايه او مستني مين. لكن الراجل ده برضه عشان نقول كلمة حق كان متدين جدا. وكمان في حاجة، كان طول الوقت بيطبع في ورق، وكمان كان بيروح للكنيسة بانتظام. هو قعد معنا في المحل فترة بسيطة وبعدين جاله شغل بره، والشغل ده كان في السعودية. فروهان بيسأله هو انت عندك الورق اللي كان بيطبعه ده؟ ولحسن الحظ كان لسه عند صاحب المحل، فبيطلع لهم الورق، بس المكتوب ده كان ايه؟ هم مش فاهمين منه اي حاجة، ورقم تليفونه كمان كان مقفول ومش قادرين يوصلوا له، ووقفوا محتارين وبيقولوا لبعض طب هنعرف معلومات عن الراجل ده ازاي؟ وهنا ماديسون بيفتكر ان ابن خدام الكاني اللي اسمه مانو هو كمان كان مسافر للسعودية من كام شهر، فبيقرروا انهم يكلموا مانو ويجيبوا منه رقم الراجل اللي سفرهم، لان ممكن يعني الحظ يلعب معاهم ويوصلهم لعنوان فيليب. ومن هنا روهان بيروح لبيت خدام الكاني اللي هي ام مانو، بيقول لها ابنك مانو في السعودية صح؟ ينفع تديني رقمه؟ او ارجوك يعني رقم الراجل اللي سفره، لان في حد صاحبي عاوز يسافر يعني وكده. قالت له حاضر هشوفه. وفي نفس الوقت ماديسون بيطلع الكنيسة اللي فيليب كان بيروحها، وهو بيتكلم مع الراجل اللي هناك وبيفرجوا على الورق. فالاب بيقول له ده كلام عن يوم الحساب. ما كانش فاهم، بس لما سأله عن فيليب رد عليه وقال له فيليب كان بيقعد وقت طويل في مكتبة الكنيسة بيقرأ كتب كتيرة جدا. فماديسون بيسأله ما عندكمش أي صور ليه؟ ثواني هجيب لكم صورة جماعية موجود فيها فيليب واقف. بس ماديسون أول ما شافه بيتصدم، لأن وش فيليب ده هو نفس وش مانو، يعني فيليب ومانو نفس الشخص. وفي الناحية التانية روهان بيدخل بيت مانو وبيلمح جواه شوية حلويات مكتوب عليها اسم فيليب، فبيفهم هو كمان ان فيليب هو نفسه مانو، بس بيحس ان في حاجة مش مظبوطة. بيلاقي غرفة تانية وبيفتحها وبيدخل، والصدمة بيشوف ايه جواها، جثة فيليب مرمية على السرير، او نقدر نقول جثة مانو اللي امه مخبيها، وهو موجود على رجليه خلخال كاني، وجوه الغرفة كمان صورة كاني وحاجات تخصها. وقبل ما روهان يستوعب اللي بيشوفه، ام فيليب بتيجي من وراه بتضربه على دماغه بعصايه، فبيقع مغمى عليه على طول. وساعتها ام فيليب بتبدا انها تحكي القصه وبتكشف الاسرار كلها. والقصه بقى ان فيليب كان بيحب كاني جدا جدا، كان مهووس بيه حرفيا، بس فيليب كان عنده سرطان وكان عارف ان عمره مش طويل، فده خلاه ما يتجرأش يقرب منها ولا يعترف لها بحبه. بس كل اللي كان عاوزه في الايام اللي فاضله له انه يشوفها ويشبع منها بعينيه، فكان بيراقبها من بعيد بس. وبعدها في يوم السرطان خلص عليه ومات. انما امه بقى ما قدرتش تستوعب موته ولا تقبل الموضوع، وكانت عاوزه تفضل محتفظه بيه عندها باي طريقه، فلجأت للسحر الاسود. ولانها كانت عارفه ان ابنها مهووس بكاني، استغلت الهوس ده علشان تربط روحه وتحبسها وما تسيبهاش تتحرر. وكانت كل شويه تروح تسرق من بيت كاني حاجات تخصها وتجيبها لبيتها وترصها حوالين جثه فيليب ابنها، وكمان ربطت خلخال كاني في رجل فيليب، وبالطريقه دي حبست روح فيليب عندها. وبعد ما كاني نفسها ماتت، فيليب اتربط بيها مباشرة، وعلشان كده لما روهان دخل غرفة كاني ولمس مشبك الشعر بتاعها وكمان خده معاه، فيليب كان متغاظ منه جدا وقرر انه يطارده. ولما روهان وماديسون فضلوا يحققوا لحد ما وصلوا لأمه، هي اتجننت واتعصبت لأنها مش عاوزة حد يعرف الحقيقة، مش عاوزة حد يسرق منها ابنها. وبما ان ماديسون كان بيساعد روهان، أذيته واستخدمت السحر الأسود ضده وبعتت له روح فيليب علشان يأذيه. يعني أم فيليب هي العقل المدبر لكل اللي بيحصل ده. وبما ان روهان عرف الحقيقة، كانت مجهزة انها تتخلص منه هو شخصيا، ودلوقتي كانت بتحفر له حفرة علشان تدفنه. وفي الناحية التانية ماديسون كان بيرن على روهان كتير بس ما كانش في أي رد، فبيحس إن في مصيبة بتحصل وراح على طول على هناك. ولحسن الحظ بيلاقي الباب مفتوح وبره موجود أم فيليب واقفة بتكمل الحفرة. وماديسون بيفهم فورا إن الموضوع مش طبيعي، وبيدخل يجري جواه بيلاقي روهان واقع، بدأ إنه يفوقه ورفعه. وبعدين بيلاحظ جثة فيليب والخلخال المربوط في رجليه، فبيفهم كل الحكايه وبيروح بيحاول يفك الخلخال، لانه بيكون مقتنع ان ده اللي ساجن روح فيليب هنا ولازم يتفك علشان روحه تسيب المكان. بس الخلخال كان مربوط بطريقه مرعبه ومشدود على رجله جامد، فبيقول لروهان ده لازم يتقص، عاوزين اي حاجه نقصه بيها. روهان راح المطبخ فورا يدور على سكينه ولا اي حاجه حاده، وفي اللحظه اللي جوه الغرفه بيفضل النور يقيد ويطفي لحد ما بيتفرقع.
مادوسون بيسمع صوت الخلخال فبيترعب جدا وبيجري، بس روح فيليب مش بتسيب له فرصه، هو بيقفل الباب عليه. وفي نفس الوقت روهان في المطبخ بيلاقي ام فيليب بتهجم عليه بفاس. وفي الاول روهان كان بيدافع عن نفسه ومش عاوز يضربها لانها واحده ست يعني، فكانت هي غالبه وبتضربه وبتسحله ضرب جامد لحد ما روهان جاب اخره ودفعها دفعه جامده جدا، فطارت وقعت بعيد واغمى عليها. وهو بيجري بعدها على الغرفه اللي فيها مادوسون بيلاقيه واقع تحت، ومن غير ما يضيع ثانيه واحده بيمسك رجل فيليب هو بيبدا يقطع فيها علشان يشيل الخلخال زي ما يكون متخير في رجله، فروهان بيحط كل قوته وهو بيضرب رجله كذا ضربه بالمنجل لحد ما رجله اتفصلت عن جسمه وقدر انه يطلع الخلخال منها. هو بسرعه بيلمهم وبيرميهم في النار، بس النار بتمسك في البيت كله، وروهان بيسحب مادوسون وام فيليب بيطلعهم بره البيت، وبعدها البيت كله بيولع بالكامل. بس في المقابل روح فيليب اخيرا بتتحرر وبتسيب الدنيا. وبعد كل ده بنشوف الدكتور النفسي كوميو بيجي لنفس موقع البنا وبيقابل مادوسون وهو بيقول له يا فندم محتاج مساعدتك. محتاج مساعدتي في ايه؟ فبيبدا يقول له ان زمان كانت في ام وابنها ساكنين في البيت ده ايجار، بس بسبب النشاطات الروحانيه سابوا البيت ومشيوا، ومن ساعتها البيت فاضي ومفيش حد راضي ياجره، ودلوقتي هو جاي يطلب من مادوسون المساعده انه يطرد الشبح ده من البيت. فمادوسون كان مستغرب وبيقول له هو حد قالك عليا ان طارد اشباح؟ فالراجل بيصدم وبيقول له انت نسلك ونسل اجدادك بيتعاملوا مع القوى الروحانيه وبيحسوا بالكوارث قبل ما بتحصل، مش ده اللي بيحصل لك برضه؟ انت راجل صاحب قدرات. وهنا مادوسون بدا يفكر، كوبايه الشاي اللي وقعت اتكسرت، وكان دايما بيحس فعلا ان في حاجه عايزه توصله بروهان ويساعده، وعلشان كده روهان لما كان بيزور اهل كاني هو اول واحد قابله وعرفه عليهم. وبعدين في المطعم لما الكوبايه وقعت واتكسرت بعدها كران نفسه اخو كاني وقع من التراس واتكسر رغم انه فضل عايش. وفي النهايه بنشوف روهان بيجهز يسافر امريكا تاني، وميعاد الطياره كان خلاص قرب، لكن هو خارج فجاه بيسمع صوت خطوات بس المره دي من غير خلخال. هو بيقرر انه يدخل ويشوف ايه اللي في الغرفه، وبيتفاجئ ان مشبك شعر كاني موجود على السرير، وكمان الناحيه الشمال من السرير مهبطه وكأن في حد قاعد عليها. فروهان بيعمل نفس الحركه، بيرفع الملايه وبيرميها على المكان، والملايه بتغطي حد قاعد، فبيقوم رافع الملايه واحده واحده، واول ما بيشوف اللي تحتها بيقول يا نهار اسود. بس لحد هنا القصه بتنتهي وما بنقدرش نشوف اللي شافه، لكن وجود المشبك بيوحي ان اللي كانت قاعده دي كاني، والحقيقه من اول الفيلم كانت في روحين، روح فيليب وروح كاني. اللي كان بيأذي روهان وبيهاجمه دي كانت روح فيليب، اما كاني نفسها ما كانتش بتأذيه، كانت بس تقعد جنب السرير تراقبه وبتمسح على شعره. وكيران اخوها كمان هي اللي امرته انه يهجم عليه، والشك الكبير هنا ليه كانت عاوزه تأذي اخوها؟ مش ممكن يكون هو اللي قتل كاني، ومش ممكن يكون هو اللي وقعها في البير. الفيلم نهايته مفتوحه واكيد لجزء تاني، بس امتى يعلنوا عنه غير معروف. وفي النهايه اتمنى الملخص يكون عجبكم، انتظرونا الملخصات الجايه. وبس كده، السلام عليكم.